فطار العيد اللي هيخلي صحتك زي الحديد، اللي يحب النبي يصلي عليه. كل سنة وانتم طيبين. العيد هب علينا بروايح لحمته وريحة جلته، وطبعا ما ينفعش العيد الكبير يجي علينا من غير ما نعمله العاملة الطين دي. نزلت رحت للجزار قلت له عندك لحمة طازة؟ قال لي البهيمة طازة هي يا ام ابراهيم قدامك، وراح مسكها فلقها نصين. رحت دب ايدي في كرشه مطلعه قلبه وجلوس كبدي. الراجل بصراحه ربنا قال لي يا ام ابراهيم دي بهيمه مستورده ومتعلمه ومعاها شهاده 7 لغات. قلت له يا نهار ابيض دي بهيمه نظيفه قوي. رحت قالوا له نقول لك اديني المخ بتاعها راخر، اكيد متعلمه بقى ومتنوره، يمكن لما ناكل المخ نفهم زيها كده وينبني من الحب الجانب. وخدتهم وخدت حته حلويات عشان نعمل بقى تشكيله فطار حكايه. ابويا كان يقول ريحه اللحمه في الدار عمار، وبصراحه ربنا كان عنده حق، ما كانش يقبل العيد الصغير. ساعه ما امي تصحى من النوم وتولع على براد الشاي وتطلع لنا طبق كحك وبسكوت ونقعدوا نصج ونفطروا، يقعد يصغر لنا ويقول لها خدي العيال وخشي جوا يا مره في نصيبه تاخدك. ام تقول له مالك يا راجل، تعال خد لك كوبايه شاي وكحكتين. يجي متنرفز عليه ويجي جاي مصاحب البراد من ايديها مفضيه على دماغها مسيح لها جلدها. امي ترجع بالصوت وتتصل باخواتها يجوا ياخدوها. وكان بيبقى عيد اسود على دماغتنا، لكن في العيد الكبير يبقى مزاجه عالي ويحلق دقنه ويظبط شنبه ويرش كالوني، ولما يطلع بقى يصلي العيد والله يطلع يتفسح مع اصحابه يعوس نفسه شوربه كده ويحط خرطه رقاق في قلب جيب القفطان عشان لما حد يجي يسلم عليه يلاقيه ريحته لحمه كده. وكانت بتبقى ايام حلوه قوي. وانا طالعه لابويا نعشق اللحمه والعيد الكبير، وجبت بقى مخ البهيمه ونزلت به في قلب الميه مع معلقه البهارات وسبته يغلي كده 10-15 ثانيه لحد ما يستوي. ورحت للقلب لقيته اخد نص تشويحه كده وريحته بقت جميله. رحت جايبه جالوس الكبد وحطاه في النص كده عشان ياخد تشويحه كده ويبقى بدمه وريحته وفايدته ما تروحش منه. وجبت برضو البهارات ورحت قلبها عليه ويقلب بقى مع فص الثوم من فوق لتحت ومن تحت لفوق، والدخان طالع ريحته تفتح النفس. زمان الواحد ما كانش يعرف كبدة الجاموسة دي طعمها ايه، دلوقتي الخير يامي والكبد بانواعها موجودة. كبدة حمار تلاقي، كبدة كلب تلاقي، كل حاجة مالية الدنيا، بس الناس تقل خيرها. كله يقول لك ما فيش ومش ما فيش. انا عارفة ما فيش ليه، ما الدنيا مليانة خير اهو. انما انا نجيب الحاجة نعملها في الحلة ولا في الطاسة تبقى فيها بركة قد كده عشان من نحمد ربنا. وديني طلعت المخيخة وحطيت عليها جالوس تلجي كده وحطيتها في قلب الكبدة برضه عشان هي ما طبيتش قوي. وام ابراهيم حاجتها كلها لازم تبقى مستوية وزي الزبدة. ومسكته قطعته شرايح كده زي شرايح البطاطس عشان ياخد تشويحة بسيطة كده. وجبت البهارات وبختها عليه، ريحته بسم الله الله اكبر. اللي ياكل غموسي مش هياخد التانية. بس الحمد لله برضه مع شوية الفلفل ورشة الحاجة الحلوة والمنظر والشكل يفتح النفس. خلاص الواحد هياكل ويحمد ربنا. الواحد وهو قاعد بيقلب كده سامع الريحة وشايف الطعم هينصعر قسما بالله. وصفة مليها حل. وشوية بقى طحينة البوادي اللي هتخليك في وادي غير الوادي. جبتهم بقى ونزلت عليهم بقليل من الماء وقلب في قلب بعضهم كده مع رشة الكزبرة والكمون والشطة وقلبتهم تقليبة حلوة. لما تعملي طحينتك في الدار احسن ما تعمليها برا. النسوان المصننة طالعين في حكاية يجيبوا لقمة عيش ويبلوها. هو احنا بط يا ولاد الكلب هتاكلونا عيش مبلول؟ هو ده كلام ينفع برضه؟ وتحطي بقى شوية الزيت اللي عندك مع معلقة الثوم وتقلبي هتاخدي احلى نتيجة من الطحينة. وجبت رغفون العيش بقى ورحت مفلقاهم. الواحد ما يكفوهوش من الرغيف المسلوع دي 2000 واحد، بس مش مشكلة هنعملها. طيب ما ناكلوش يعني. ورحت فالقة الرغيف من النص وملياه بالكبدة وجايبة شوية الإدام دول. عليا النعمة الإدام اللي في الصينية دي أحلى من الكبدة نفسها. ونزلت
ونزلت بمعلقه الطحينه كده. مفيش مطعم يعرف يعمل سندوتشات زي سندوتشات ام ابراهيم. وجبت بقى المخ لوحده، المخ والله لا يتاكل ولا يتشرب، عامل زي الكاويشت، بس مش مشكله زي بعضه اهو، مخ بهيمه وخلاص، والواحد يسند ويروج على مخه به وخلاص. وبديت ان انا نحشي نملى السندوتش بقى، وحد غريب اللي هياكله داني اللي هناكله. بقيت نترش في الطحينه على اخري وحطيتها، وتمسكوا السندوتش كده اطلع وصف قلب الزيت، وتحشيه حشوه حلوه كده مظبوطه، وتحطي والله العظيم طلعتي اكله ما فيه بعد كده. فطوره بقى تفطروا به، تجيب لكم صهد الزيت ده هيولع في حصلتكم من جوا، يخليكم تفضلوا تتجرعوا وتبقوا مش عارفين، مش هتلاقوا لا فوار ينقذكم ولا حاجه خالص. بس مش مشكله، واحنا يعني بناكلوها كل يوم، ده من السنه للسنه. كلوا وروجوا على نفسكم وما يهمكمش حد. وديكوا شايفين السندوتشات طالعه يا سلام، ولا من مطعم حتى.